وصفة النهاردة عايزة اقول لكم ان هي احلى من الكيك واحلى من الكرواسون. قد ايه جميلة جدا جدا، هتحضريها في دقايق معدودة، والاحلى والاحلى انها من غير بيض وكمان بدون زبدة ولا سمنة، بجد تستاهل منك التجربة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا في بولة كده هحط كوباية من الحليب الدافي، وهحط عليها كمان 4 معالق كبار من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنبدأ كده دلوقتي نخلط كله مع بعضه لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس جدا جدا. بعد كده هنبدأ في إضافة الزيت هنا حوالي 4 معالق كبار من الزيت. يعني البريوش بتاعنا النهاردة بدون زبدة ولا سمنة، خفيف كده زي الريشة بجد، ب4 معالق بس هتعمليه. كمان هحط رشة من الملح، وكمان نقطتين من الفانيليا، وكمان معلقة كبيرة من الخل. وطبعا انتوا عارفين الخل هنا في المعجنات بيطلعها حلوة جدا. هنبدأ بقى نخلط كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يمتزج كويس قوي. بعد كده هنزل الدقيق الاول، بدأت بكوبايتين من الدقيق، وحطيت معاهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنبدأ نخلط بالمضرب. احلى حاجة كمان في الطريقة دي ان هي ما فيهاش بقى لا عجن ولا اي حاجة، انت بالمضرب او بالمعلقة هتعمليه من غير ما تمدي ايدك اصلا فيه. بعد كده بدأت احط الكوباية التالتة للدقيق بالتدريج واحدة واحدة. بس هي خدتها كلها، يعني بدأت يعني الاول بديت احط الاول النص بتاع الكوبايه التالتة ده نصها، وبدأت اقلب بالمعلقه السيليكون كده، واشوف هل هي لسه طريه ولا لا، اروح جايه حاطه لها كمان تاني نص. يعني كل اللي خدته معايا كان 3 كوبايات من الدقيق. عايزه اوريكم المرحله الاخرانيه للعجينه بتبقى ملزقه برضو، ما بتبقاش يعني شاربه كميه دقيق كبيره. لو كل ما هتخلي العجينه بتاعتك خفيفه كده، كل ما هتطلع معاكي حلوه وهشه في الفرن. هنبدأ بعد كده بعد ما عجناها بالثلاث كوبايات من الدقيق، هبدأ احط هنا نقطتين من الزيت كده على ايدي، وابدأ امسح بيهم وش العجين. وبعد كده هغطي عليه واسيبه لمدة حوالي من نص ساعة لساعة لحد ما يبدأ يخمر معايا ويتضاعف حجمه. اثناء ذلك بقى احنا هنجيب الصينيه بتاعتنا اللي هنشتغل فيها. الصينيه دي كانت مقاس 30، وهبدأ كده احط فيها معلقه صغيره من السمنه او الزبده. وهنبدأ ندهنها كويس قوي قوي من الجناب ومن الجزء اللي تحت ده كويس قوي، علشان ما تلزقش معايا. والزياده في الامان ان انا احط لها كمان رشتين كده من الدقيق، وابطن الصينيه بتاعتي كويس قوي. طب انا بعمل كل ده ليه؟ عشان انا حابه ان انا اطلعها بره الصينيه خالص، لكن لو انت هتستخدميها في نفس الصينيه فمش مضطره ان انت تعملي مرحله الدقيق دي، بس انت بس هتدهنيها بس مش اكتر. دلوقتي كانت العجينه بتاعتي خمرت، بدات اخدتها كده وهبطت التخمير بتاعها شويه، رحت جايه حطاها على الصينيه بتاعتي اللي انا حضرتها دي. وحاجه بقى اضافات بقى جميله جدا للبريوش بتاعنا هتخلي طعمه حلو وشكله كمان حلو، ان احنا هنبدا نحط عليه شوكليت شيبس فوق الوش كده. هي دي اللي هتخليه ما يلزقش معاكي كمان وانتي بتفرديه. او لو انتي خايفه ان هو يلزق معاكي فممكن تدهني ايدك دهنه من الزيت بسيطه، عشان العجينه اصلا زي ما انتم شايفينها كده بتلزق معايا وطريه جدا. فردتها على الصينيه كلها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا حطيت معلقتين 3 كده من شوكليت شيبس فوق العجينه من فوق كده. وبدات كمان اضغطها عشان ما تطلعش معايا. جبت بعد كده معلقتين من الحليب، وبدأت كده أدهن بيهم وش البريوش بتاعي. أنا كنت حاطة هنا على الحليب مع نص معلقة صغيرة كده من السكر عشان تديني لون بس للبريوش بتاعي لما يدخل الفرن. كمان بقى زيادة في الحلاوة بقى، ودي طبعا دي خطوة اختيارية، حطيت نوتيلا في كيس حلواني، وبدأت عملت هنا زي شكل حلزوني كده فوق البريوش بتاعي، اهو زي ما انتوا شايفين كده. الاول كانت معايا جامده شويه لاني ما كنتش سيحتها، لكن بعد كده قلت لا لازم اسيحها عشان كانت مدوخاني بصراحه، بتنزل بصعوبه جدا. بعد كده سيحتها على حمام مائي وبدات سلكت معايا وبقت تمام وبتمشي معايا تمام اهي زي ما انتوا شايفين. وطبعا الخطوه دي زي ما قلت لكم خطوه اختياريه، مش لازم تعملي نوتيلا خالص في الوصفه هنا. نبدا بقى امشي بشكل حلزوني كده داير ما يدور الصينيه كلها. خلصناها خلاص، هندخلها بقى على فرن سخنة على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت بس، اوعي تشغلي فوق. عامليها معاملة الكيكة بالظبط على 180 ومن تحت. اول ما تلاقيها اتنفخت واحمرت من تحت، شغلي لها بقى الشواية تاخد لون من فوق زي ما انتم شايفين كده. قد ايه اخدت لون حلو جدا، وقد ايه طرية وهشة وجميلة جدا، وما خدتش معايا لا وقت ولا مجهود، وموفرة واقتصادية لانها بدون زبدة ولا سمنة وكمان بدون بيض. وزي ما انتم شايفين كده شكلها ولا اروع ولا اجمل، جميلة جدا جدا.
بالهنا والشفا. حلوة جدا، تستحق فعلا منكم التجربة.